صدق الله العظيم. نعم. قضية الاستغفار وكيفية الاستغفار وعدد الاستغفار، كل هذا الموضوع أنا بتكلم عن حياة عشتها مع هذا الاستغفار. لماذا هذا العدد 30,000 يوميا وماذا سيحصل لك؟ اكتب ملاحظات عشان ما ننساش. نتائج الاستغفار. طيب، الحمد لله رب العالمين. يعني أنا بحضر هذه الدروس يعني تلقائيا، ما بتبقى محضرة يعني. فهناك يعني بعض جزاهم الله خير، يعني بعض المشايخ يعني يتكلمون. هذه المشكلة انه بعض الوعاظ يعني يعظون الناس بما لا يفعلون. يعني ما اخذ الاستغفار وبدأ يستغفر كل الوقت حتى امطر الله السماء وجاء المال وفرجت الهموم وكشفت الغموم. نعم، هو يتكلم يعني عن ممكن سمع قصة وجاء يعطي درس هكذا، مش ما عاش هذه الآية. يعني أنا والعياذ بالله من كلمة أنا، يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تعرف شو يعني ما كلمة بلغوا عني ولو آية واحدة؟ تعرف شو يعني انك تبلغ آية واحدة؟ بدك تعيش هذه الآية يا أخي. حتى لو كنت أكبر عالم ولم تعيش هذه الآية فأنت لا تستطيع أن تبلغها. يعني إذا لم تتعلم دروس سواقة يعني على السيارة، كيف بدك تقود السيارة؟ كيف بدك تقودها؟ كيف بدك تفهمني كيف أقودها؟ هذا الفرامل وهذه الإنارة وهذه مثلا يعني، وهذه الإشارات وكذا، وهي بترجع ريفيرس وهتقدم لقدام. كيف؟ مجبور تتعلم على لحمك ودمك. لازم تتعلم، تواصل الليل بالنهار حتى تقطف ثمار هذا التعليم، حتى تأخذ الرخصة، حتى تتمكن وتبين لي كيف بيسوق السيارة. نعم. فالاستغفار سألوا سؤال، يعني هذا العدد كبير، من أين جئنا به؟ عدد الاستغفار، الصيغة هي استغفر الله استغفر الله. شوفوا يعني استغفر الله 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 استغفر الله. نعم. فعندك انت بالساعة الجادة، اذا انت اختليت بالساعة الجادة 8000 استغفار. نعم، ما هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدك تجاهد بأنه. طيب، في من بقول لك هل انا استحضر ذنوبي واستحضر يعني هيك اقعد افكر بالاستغفار تفكير عميق؟ لا، هذا يحكي كلام يعني كلام لا ادري هل هو جربه ام يعني اتى به من الكتب. انا لم يعني استحضر هذا الشيء. ولكن جميل انك انت لما انت عندما تجلس لوحدك بدك تقول هاي الاعداد الكبيره، فانت كل الوقت يعني كل وقتك في هذا الاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انت جالس يعني، ما حتى ممكن انك انت تنظر الى الخارج وتراقب الامور وانت بالسياره بالشارع وماسك مسبحه وعمال تستغفر استغفر الله استغفر الله. انت طلع. واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فلا نكون كبني إسرائيل. قال المولى عز وجل: قولوا كلمة واحدة، قولوا حطة. فيقال بالتفسير قالوا حنطة. مطلوب من نقول أستغفر الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قلت استغفروا ربكم، ما قال لك كيفية الاستغفار. خلاص أنا أخذت على نفسي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب كيف أنا وجدت هذا الاستغفار؟ هذا كله نبينه. شوف سيدنا موسى شو قال: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. شايف بدت الأسئلة. استغفر الله يا أخي، خلاص قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تجعلش يعني تكبرش الموضوع. ما معنى كلمة الاستغفار؟ إن الله هو واحد. هاي توحيد الإلوهية. الله واحد، يراك ويسمع صوتك ويعلم ما تفكر به وسوف يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. فهذا إله عظيم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت تعترف أنك أنت عبد صغير مذنب، تقر بهذا الذنب وتعلم أن لك رب عظيم سوف يحاسبك إن أصررت على هذا الذنب. فهذا قمة العبودية، وذاك جل في علا قمة الإلوهية. نعم، قمة الألوهية، وانت بقمة التذلل لله. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انا اذنبت ملايين الذنوب، فاسال الله اني يعني تغفر الله تغفرها لي. فكل يوم انت 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000، عندك في الشهر مليون مثلا. متى يعطي الله؟ هذا بتعلق في كل انسان. يعني انا حبيت ابين لك ان
ربنا قال اذبحوا بقرة، ما قال سوداء ولا حمراء ولا خضراء ولا صفراء. هن بدأوا يسألوا فصعب الله الأمور عليهم. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. نعم. ثم قال لهم قولوا حطة. وربنا قال لك في سورة نوح قلنا استغفروا ربكم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس، أو يقال إنه في اليوم 70 مرة. هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بديش أطول الفيديو، لكن هذه أنا بينت إني أنا عشت هاي الأيام آيات على لحمي ودمي، عشتها بالليل والنهار حتى أتت أكلها. نعم. عندما بدأت شرعت بالصلاة، يعني أول ما يعني عرفت أني أنا تحت بلاء شديد جدا جدا، لأنه سكرت الأمور، الكل شيء تسكر أمامي ولم يبقى أي باب مفتوح غير باب الله. فأقبلت على الله بكلي، فأخذت شرعت أني أصلي الصلوات الخمس في المسجد في تكبيرة الإحرام الأولى. الله وفقني 6 أشهر، وفقني. ممكن انك تمرض، ممكن بديش افوت على التفاصيل. طيب بديش افوت على التفاصيل، لكن هذا عندما علم الله صدق توجهي وفقني. ثم بدأت أنا عندي مشكلة، أنا مديون. طيب أنا مشكلة، أنا بينت إني أنا بعت أرض عشان أسدد الدين ما نسدش. طيب هيدا نبينها يعني الشطارة. في ناس تملك يعني مثلا دنومات كثيرة، ولكن هي ليس لها. قد يفتح الله أبواب جهنم من أبواب التجارة الخاسرة، فيبيع كل الأرض على الفاضي، كل الأرض يبيعها على الفاضي ولا يتنفع منها بشيء. أو قد يورثها لأبنائه وليس له منها شيء، أو قد تصادرها الدولة وليس له منه شيء. فهمت؟ فتتشطرش تقول لي أرض مش أرض. طيب اعرف إن الله قادر على إنه يبيعك الأرض وتندان أكثر مما أنت مديون مليون مرة. فعندما يبتليك الله شمر واستغفر الله واقبل عليه. بدأت أبحث عن السبل. كيف أنت بتبحث إسا؟ أنا بدأت أبحث كيف بدي أرفع هذا الدين وأقضي هذا الدين، ويعني أنتقل إلى حياة طيبة كريمة. فبدأت أفوت على قصص حقيقية في اليوتيوب، قصص حقيقية لناس يعني قضى الدين، جاب الرزق، شو صار. فوجدت هيك كانت القصة تبعت الإمام أحمد. ما هو النتيجة بالآخر مش بس إنه يأتي المال ويأتي يقضى الدين، لا يا أخي، في أكبر من هيك بكثير. أنت تصبح مستجاب الدعاء، أنت تصبح مستجاب الدعاء بكثرة هذا الاستغفار. نبين هذا بحلقات، مش بنفعش كل فيديو يصير 20-40 دقيقة. طيب هذا عشان تعرف السبب. ببين لك اياه بقصة الإمام أحمد وبقصة القصص التي بقصها، وهذا حقيقة أنا ألمسها. نعم هذه حقيقة أنا ألمسها. تصبح مستجاب الدعاء ويبر الله قسمك. هاي يعني عدا عن انه يسد يقضي دينك ويفتح عليك بالرزق. نعم هاي من نتائج الاستغفار، اكبر نتائج. انت بتخيل حتى ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. نعم هاي من نتائج الاستغفار. نيجي لقصه الامام احمد، قلنا فيش حاجه للتركيز في الاستغفار، فيش حاجه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله كفيل 30,000 استغفار في اليوم. طلع انا لما كنت مديون ومهموم اخذت 30,000 استغفار. وعندما جاء المطر عندنا هنا، هذا ب 2015، عندما جاء المطر عندنا بشهر 6 هنا 2022 كمان وصلت 30,000 استغفار. أنا أقرأ سورة البقرة يوميا ما بتركهاش من 3 سنين، إلا ما الواحد يتشعب عذرا يعني.